أكبر متحف مفتوح في العالم. القدماء المصريين سابوا فيها أقوى أعمالهم، وما زال فيها معابد محافظة على ألوانها من آلاف السنين لحد دلوقتي، وفيها كمية آثار مش طبيعية. تعالوا بينا نتعرف على الأقصر. في الأقصر لازم تبدأ بالمنطاد، واحدة من أحلى التجارب اللي ممكن تعملها في حياتك. منظر مصر من فوق وقت الشروق لا يقارن بأي منظر تاني. التنوع في طبيعة الأرض من نيل لخضرة لصحراء، وكمان معبد حتشبسوت أول حاكم لمصر ست، مبني بأسلوب مش موجود في أي مكان في العالم. المعبد ده منحوت في الصخر نفسه، وتصميم المعبد ما تكررش في معابد القدماء المصريين. المعبد ده بيعتبر فريد من نوعه في الأقصر. معبد الكرنك أكتر مكان بيزوروا الناس في مصر بعد أهرامات الجيزة. في مكان اسمه بهو الأساطين. بهو الأساطين فيه 134 عمود، كل واحد فيهم ارتفاعه 22 متر. في الأقصر